مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا على صفحات التواصل الاجتماعي. معكم حسام الحبال. النهارده حدث فريد من نوعه، أمانة الإعلام حزب حماة وطن. النهارده عاملين ندوة أكثر من رائعة، تجمع كل الشباب بالنسبة للتصوير الاحترافي بالموبايل. النهارده اللي هيكلمنا الخبير والمختص في الموضوع ده بالذات، أستاذ محمد حافظ. أستاذ محمد حافظ، احنا في البداية بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكم. احنا النهارده في حدث فريد من نوعه، امانه الاعلام حزب حماة وطن عاملين حدث جميل جدا وخير من اختاره. طبعا الله حضرتك يخليك، تبقى اشكرك. محاضر للشباب الجماهير اللي جوه دوت. فاحنا كنا عايزين نعرف تصوير موبايل والاعلام بالموبايل. هو النهارده التكنولوجيا الحديثه خلت الكل بيتجه على الفيسبوك واليوتيوب. آه، الكاميرات اسعارها عاليه جدا كاسعار. فالنهارده بقى متاح في ايد كل واحد موبايل، والموبايل في موبايل بيحتوي على كاميرا، على اتنين، على تلاته، على اربعه. كل عدسه من دول بيبقى لها استخدام. الصورة علشان تطلع صورة جيدة وناجحة وتشوف وتتشاف لابد لها آه، نقول ايه شروط. فاحنا النهارده جينا نتكلم على ايه هي الشروط اللي واجب توفرها في تكوين الصورة علشان تبقى صورة ناجحة. ما تبقاش صورة زي اي حد ما بيصور صورة وتطلع زي ما تطلع. لا، احنا بنقول ايه اللي تعمله علشان تطلع صورة ناجحة. بالنسبه برضه للموضوع يعني يحمل شقين: شق الموبايل اللي هو الاداه، وشق طبعا العامل والاساسي اللي هو اللي ماسك الموبايل. اكيد، ده لازم يكون عنده اكيد، شروط معينه. اكيد. والشروط اللي بتنطبق على الموبايل هي برضو بتنطبق على الكاميرا، تمام. ولكن مع اختلاف ان اختلاف الكاميرا اختلاف المعدة. انما هو في الاساس في الاثنين هو المصور، هو هو المصور عين المصور. لازم يكون طبعا سرعة البديهة ويكون انا ممكن يبقى لماح. معايا كاميرا عالية الجودة وغالية جدا وما اعرفش اصور. ممكن يبقى معاه موبايل بطلع صور افضل من واحد معاه كاميرا. احنا برضو كان من اسبوعين معرض التذوق البصري. حضرنا مع حضرتك وعملنا معاك لقاءات، صحيح. وكان حاضر برضو الرئيس الإقليمي والمتحدث العسكري صحيح. وفئة كبيرة جدا من الناس، وكلهم أشادوا بالمعرض. احنا عايزين برضو ندي للناس فكرة في السريع كده عن التذوق البصري. هو نادي التذوق البصري نادي يتبع الهيئة العامة لأصول الثقافة، وزارة الثقافة طبعا. وده موجود في قصر ثقافة بورسعيد. يعني نادي حكومي رسمي مجاني، اشتراكه مجاني. عندنا قاعة عرض، عندنا محاضرات، عندنا ورش تصوير، زائد ورش فن تشكيلي. لأن النادي مش تصوير فوتوغرافي بس، لا، تصوير فوتوغرافي وفن تشكيلي، فبيجمع كل أطياف الفنون. بنعمل رحلات تصوير، بنشترك في معارض في مصر وخارج مصر، مسابقات في مصر وخارج مصر. والحمد لله عندنا فنانين كتير طبعا حازوا على جوائز عالمية كمان، مش احنا مصرية في, بس. في, في النهاية عايزين نوجه رسالة لكل حاملي الموبايل وكل إعلامي الموبايل. رسالة صغيرة تجمع نصيحة. لابد انه يدرس خصائص الصورة عشان تطلع صورة ناجحة، سواء بالموبايل، سواء فوتوغرافيا او فيديو. يعني لازم يدرس ويقرا ويشوف، لان النهارده التصوير الفوتوغرافي ده علم ويدرس في جامعات. ماهوش فكرة واجتهاد. لا، اصبح النهارده له علم وعلى مستوى العالم مش في مصر بس. احنا بنشكر حضرتك وشاكرين جدا على اللقاء الجميل، وإن شاء الله نستكمل الندوة بإذن الله. اشكرك، شكرا جزيلا. نشكر حضراتكم متابعينا ومشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي، ونستكمل معكم باقي اللقاء. شكرا.